مساء الخير على كل محبين النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. أحد المتابعين عندنا طلب طريقة تفصيل الأجلونيما أو طريقة فصل خلفات الأجلونيما. علشان كده النهاردة احنا هنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة في فصل خلفات الأجلونيما. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة يا ريت ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وتشير الفيديو على قد ما تقدر عشان معلوماتها توصل لكل حته في الدنيا. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، خليكم معانا. ومعانا ابننا احمد من فريق عمل مشتل الصوبه، هيقدم لنا النهارده طريقه فصل خلفات الاجلونيم. بصوا يا جماعه، هو في 3 حالات ممكن نقابلها واحنا بنفصل الاجلونيم. الحاله الاولانيه ان ممكن يكون الام انفصلت الخلفه انفصلت تماما عن امها وطلعت مجموع جذري كويس، وده هيبقى دي اسهل طريقه. الحاله الثانيه ممكن تكون الخلفه تكون لسه متصله بالام وبس مطلعه مجموع جذري كويس، ودي هتبقى سهله برضو تفصيصها. الحاله الوحيده اللي احنا مش هنفصل الخلفه عن امها انها تكون حاجه من اتنين: اما ما طلعتش مجموع جذري كويس، او تكون لسه حجمها صغير. يعني احنا ما ينفعش ان احنا نفطمها وهي حجمها صغير بالشكل دوت. هنبدا مع بعض. النبات الاجنونيما سيلفر كوين دوت انا متوقع ان هو يكون فطم نفسه. يعني اللي هتبقى الحاله الاولانيه اللي هي النبات نفسه، نبات البيبي الصغير بعد عن امه. هنفتح ونشوف مع بعض. طبعا احنا بعد ما نزلنا التربه كلها اكتشفنا ان في افصل ان في بيبيهات صغيره لسه طالعه، خلفات صغيره. بصوا يا جماعه، الخلفه اللي هي اللي طلعت من هناك ديت اللي في ايد احمد، مش دي الثانيه، دي خلفه وانفصلت تماما كده. احمد بعد اذنك، دي خلفه وانفصلت تماما عن الام، ودي كده ممكن نزرعها لوحدها. هات الثانيه. بصوا ما شاء الله، لقيت خلفات تانية طالعه اهي مع الاجلونين كده. احنا طبعا الخلفات دي احنا مش ممكن نقدر نفطمها دلوقتي او نفصلها دلوقتي خالص. الخلفات دي لسه بدري خالص على فطمها. كده احنا عملنا 2 بوت من نبات الاجلونيما سيلفر كوين، كل واحده منفصله. في الام مطلعه، احنا شفنا مطلعه خلفات جديده لسه ما نمتش، لكن اللي اتفطمت لوحدها طلعناها في بوت لوحده. دي الحالة التانية من الأجلونيما اللي أنا متوقع تكون واحدة لسه ما اتفطمتش وفيها جذور، وفي واحدة لسه صغيرة خالص مش هينفع نفطمها. هنكشف وهنشوف وهنوريكم الدنيا ايه. بصوا احنا هنا لقينا الوضع شوية غريب. احنا ده نبات مش مفطوم بس مطلع جذور وعنده كثافة جذور عالية. احنا بنفطمه، يعني بنبعد الأم عن الخلفة بتاعتها. سمعتوا التكة دي؟ هي تكة بسيطة خالص، هي الفطمة بتاعة النبات. هنا مطلع مجموع جذري كويس، مش سيء. فده برضو ده كده هنزرعه في أصغر بوت ممكن يكون عندنا. خد يا أحمد ده. إنما دي بصوا، ده طب مطلع جذور بس مطلع جذور مش كفاية، علشان كده أنا هسيبه مع أمه لسه يكبر شوية ويتغذى شوية. احنا هنا في على فكرة عندنا حالة من أعفان الجذور اهي، شايفينها؟ دي كده في أعفان جذور. النبات ده لازم يتعالج. ده عندي أنا ما بطلعوش لحد، أنا بستغله في الإنتاج يعني. فنرجع تاني نقول ده الخلفة دي مش هتنفع تتفطم دلوقتي،
صغيره خالص وضعيفه جدا، فما ينفعش ان احنا نفطمها. طبعا واحنا بنحط الخلفه بتاعت الاجلونيما، بنختار البوت المناسب للجذور. هي نسبه وتناسب، ما ينفعش نحط نبات جذوره صغيره في بوت كبير، ده برضو يعمل له اعفان جذور. فلازم نختار له البوت المناسب جدا ونحط النبات فيه. انا اخترت هنا ان احنا نزرع النبات في بوت 14. هو كبير شويه عليه، بس هو بوت 8 سم مش هيكفي. كده عرفنا الثلاث طرق او الثلاث المواقف اللي ممكن نواجهها في تفصيص خلفات الاجلونيما. في حاجه مهمه جدا ما قلتهاش في الفيديو بس هقولها دلوقتي. احنا تربه الاجلونيما هي بيتموس بس، او ممكن نحط شويه بيتموس على شويه كوكوبيت وبس. ممكن نزود لها شويه برلايت وممكن ما نحطش. لكن في الاجمالي ان التربه بتاعت الاجلونيما هي بيتموس صافي، او بيتموس على كوكوبيت، او بيتموس على برلايت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. شكرا يا احمد من فريق عمل مشتل الصوبه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك، واي سؤال اكتبه لنا في الكومنتات واحنا هنجاوب عليه. احبابنا اللي وصلوا لغايه هنا، انتوا اخواتي وحبايبي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.